في التسعينات وتحديدا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مجموعة من الباحثين أجروا تجربة على الفار شلبي وأصحابه وحطوهم في متاهة على شكل حرف التي، والمتاهة دي كان جواها قطعة شوكولاتة صغيرة، وكان مطلوب من الفئران دي في كل مرة تتكرر فيها التجربة إنهم يلاقوا الشوكولاتة جوه المتاهة. وباستخدام بعض المعدات قدر الباحثين إنهم يراقبوا نشاط دماغ الفئران في كل مرة بتتعاد فيها التجربة، ولاحظوا مجموعة حاجات مثيرة للاهتمام. إن نشاط دماغ شلبي وأصحابه في بداية التجربة كانت عالية جدا، ولكن كل ما كانت التجربة بتتكرر كل ما كان نشاطهم الدماغي بيقل، وكان الاستنتاج غريب جدا، وهو إنهم اكتسبوا قوة العادة أو The Power of Habit. من 3 سنين بالظبط قريت كتاب قوة العادات أو The Power of Habits. الحقيقة إني مهتمة جدا بسلوكياتنا البشرية، وبجدها إنها حاجة مثيرة للاهتمام بصراحة، مش عارفة ليه بس هي مثيرة للاهتمام بالنسبة لي. تشارلز دوينج المؤلف بتاع الكتاب بيقول إن الحاجات اللي بنمارسها بشكل يومي بنسبة 40% في الأصل هي عادة اكتسبناها سواء كان بوعي أو بدون وعي، ومرت بمراحل لحد ما تأثرت جوانا بالشكل ده. واحيانا احنا بنسميها روتين على فكره. باختصار هي نمط معين بتعتمد عقولنا وبتمارسه بشكل عفوي وتلقائي جدا، وعشان يتكون النمط او العاده او whatever هنسميها ايه لازم تمر ب3 مراحل. وخليني وانا بشرح المراحل دي ارفلكت على قصه شلبي واصحابه. الكاتب شايف ان اول مرحله هي التريجر او المحفز. المحفز ده ممكن يكون حاجات كتير جدا، ممكن يكون محفز سمعي بصري حسي. في التجربه كان المؤثر هو وجود الشوكولاته وريحتها. تاني حاجة في السايكل دي هي الروتين، والروتين هو السلوك سواء كان بسيط أو معقد. وفي التجربة السلوك كان هو تدويرهم أو بحثهم عن قطعة الشوكولاتة بعد ما شموا ريحتها وعرفوا إنها موجودة. تالت حاجة هي الريورد أو المكافآت، ودي بتكون موجودة في نهاية السايكل بتاعة العادة. وقتها بقى عقلك بيمسك ورقة وقلم ويقعد يقولك إذا كانت اوفر ريتد ولا اندر ريتد. هي جوسي شوية، بمعنى هل تستحق إن احنا نكررها تاني ولا ما تستحقش إنها تكررها تاني. والاختيار ده او القرار اللي بياخده عقلنا ده بيكون بناء على المكافأة اللي هو شايفها اذا كانت مناسبة ولا مش مناسبة. والمكافأة دي تقدر تكون حاجات كتير برضه، ممكن تكون شعور داخلي باننا انتصرنا على حاجة، او اننا كافئنا نفسنا بقطعة شوكولاتة او بقطعة دونتس، او عملنا واتيفر الحاجة اللي عملناها. ومش ضروري تكون اكل ابدا طبعا، بس تقدر تكون حاجة معنوية وتقدر تكون حاجة مادية. في نهاية التجربة خلوني اقول لكم ان شلبي واصحابه لقوا الشوكولاتة واكلوها. تشارلز بقى بيقولك انه بيشير للسايكل كلها بتاعت التجربة بعد ما بتتكرر وتبقى حدث تلقائي، مش حاجة انا بزق نفسي عشان اعملها، انه سلوك يعرف باسم التكديس. العملية اللي حصلت من شوية دي هي الركيزة بتاعت العادة، وان دورها تطوري واضح وحاسم جدا، انها تقلل نشاطك الدماغي وتحفظ لك الطاقة، بشرط انها تخليك تعمل المهمة على اكمل وجه ولا احلى من كده. يعني انا عقلي بيعمل كل البروسيسز دي مع كل موقف، مسوحني ليه في الواقع؟ الحقيقة انه ولا عقلي يبطل ياخد قرارات او يبطل يفكر اول ما السايكل بتاعت العاده بتبدا، وبعد كده الدوره بتبدا تمشي بشكل تلقائي وسموث جدا. حلو ده ولا؟ بمعنى الكلام اللي انا قلته من شويه ده معناه ان العادات السيئه والعادات الكويسه الاتنين بيمروا بنفس السايكل، الاتنين موجودين جوه عقلي، وعقلي مش بياخد قرار طول ما السايكل شغاله، او اكشلي طول ما السايكل بدات. هو مش هيمنعني لو عملت عاده وحشه، بس بيكون عنده علم اذا كانت الحاجه دي كويسه او لا، وبيخزن كله اسم الله عليه. ده بيوصلنا لنقطه ان العادات السيئه موجوده في مكان ما في عقلي ومستنيه بس تريجر او محفز قوي عشان يخليها ترجع تشتغل تاني. الكلام ده خطير ومهم جدا، وبينقلنا كمان لمعلومه مهمه جدا، وهي ان العادات مرنه. يكون في بعض الحالات، تشارلز دوينج في الكتاب بتاعه اتكلم عن شخص اسمه يوجين، ويوجين ده كان بيعاني من تلف شديد في الدماغ بسبب الالتهاب. لما اتطلب من يوجين انه يدخل جوه بيته ويشاور على مكان اللي بيودي للمطبخ او على الباب بتاع المطبخ موجود فين، معرفش. لكن لما اتسأل عن اللي هيعمله اذا كان جعان، قام من مكانه بشكل تلقائي ودخل من اوضه المعيشه للمطبخ، وفتح المطبخ وفتح كمان الخزانه وجاب علبه من المكسرات ورجع تاني قاعد مكانه ياكلها. يوجين قدر يعمل كده لان تعلم العادات وحفظها بيحصل في قاعده دماغيه، ودي بتكون بنيه عصبيه صغيره جدا بتكون متكرره في الدماغ، بتفضل فعاله حتى بعد حدوث تلف. ولسوء الحظ المرونه دي معناها انك حتى لو تخلصت من عاده سيئه فللاسف هي موجوده في القاعده الدماغيه دي، وانك هتكون للاسف عرضه للانتكاس. نهار اسود. عشان اقول عن عاده انها حجر اساس لزاويه لازم تكون العاده دي اكتر اهميه من غيرها. ايه يا تشارلز جو حماده هلال ده؟ هي مش بس اكتر اهميه، هي لازم تكون كمان بتاثر على حياتنا اليوميه، شغلنا، اكلنا، مشيتنا، طريقتنا في اللعب، حاجات كتير جدا اساسيه في اليوم بتاعنا. والعادات دي بتعلمنا ان النجاح مش حظ وخطه هيلي بيلي، قد ما هو اولويات رئيسيه هقدر احولها لعادات، وعلى المدى البعيد بقى اقدر اشوف اثرها سواء كانت رياضه واثرها على جسمي وصحتي او ايا كان بقى. فلنفترض انك عايز تبني عاده ان انت تمشي كل يوم الصبح،
فانت محتاج في البداية لشوية اشارات بسيطة، ومحتاج كمان تشتري لبس جديد عشان الرياضة، تجهز لمعدات المشي من قبل الفطار، وكمان محتاج تحدد مكافأة واضحة. ممكن تميك it as simple as possible، يعني ممكن تخليها شعورك بالسعادة، لكن خليني اقول لك ان الاشارات والمكافآت وحدها مش كفاية. انت مش لسه قايل ان هي اللي بتبدأ السايكل؟ صح، انا قلت كده، بس خليني اكد لك انها وحدها مش كفاية، لان دماغك هيسمح لك بس انك تلبس الشوز وانت رايح تتدرب، او انك تشتري لبس الرياضة، او انك تطلع الفطار بتاعك من مكانه، او انك تصحى من النوم وتمشي في التراك. لكن اللي هيخلي فيه عندك رغبة داخلية انك كل يوم عاوز تمارس نفس العادة مش بس التريجر او المحفز اللي اخترته في البداية، لكن كمان لازم يكون عندك رغبة او دافع قوي تجاه المكافأة اللي انت حاططها لنفسك، وتخليك متحمس دايما انك عايز تروح وتاخد المكافأة دي، وانك لازم كمان تستبدلها بعادة تانية. بس تشارلز بيقولك ان في اخبار حلوة، وان معظم العادات مرنة مع قاعدة ذهبية بتقول انك عشان تغير العادة لازم تحافظ على الثيم القديم للعادة دي اللي هي العادة مش كويسة يعني، وتاخد المكافأة القديمة، لكن تحدد روتين او سلوك جديد. القانون او القاعدة دي مش هتكون فعالة لو انا من جوايا مش مدرك او مش مؤمن باني هقدر اتغير، او ان انا هقدر اغير العادة. ممكن تنضم لمجموعة من الناس عندها نفس النية انها تنهي نفس العادة السيئة، وده هيديك شعور بالالتزام اكتر ان انت تغيرها، او بمعنى اصح انك تبدلها، نظرا ان كل العادات عشان تبدا لازم تمر ب3 مراحل. فعشان نفهم كل عاده لازم نحدد 4 مراحل في العاده نفسها، ولازم نحط من ضمن المراحل ال4 دي تغيير للروتين عشان نقدر نستبدل العاده اللي احنا عاوزين نستبدلها. وما تقلقش، دي حاجه سهله خالص. معظم العادات بيكون الروتين هو الجانب السهل البسيط اللي بنعرف نقفشه بسرعه في العاده. خلونا نفترض سيناريو عشان اعرف اقرب لكم وجهات النظر شويه. فلنفترض ان عندك عاده انك بتروح كل يوم للكافيه القريب من الشغل بتاعك الساعه 12:30 الظهر، تشتري من عنده فنجان قهوه، وبعدها بتطلع من عنده وتروح على محل الدونتس اللي جنبه تشتري من عنده واحده دونتس، وبعدها بتجمع شله من صحابك وتقعدوا تناموا مع بعض في مكان. في السيناريو اللي حكيته ده الروتين هو انك بتطلع من المكتب، بتدخل الكافيه اللي انت رايح تشتري منه القهوه، بتطلع منه بتروح على محل الدونتس، بعد كده بتجمع صحابك وتقعد معاهم. دي هي الروتين، او هو ده السلوك اللي انت بتتبعه جوه الدوره بتاعه العاده. لكن ايه هو المحفز؟ حقيقه ان المحفز بيكون صعب عشان اعرفه، والمحفز بتاعي ممكن يكون غير بتاعك، وشله النمامين اللي انت رايح تقعد معاهم دول كل واحد عنده محفز غير التاني، بس في الاخر الروتين بتاعكم كان واحد. الجوع مثلا، الملل، ده البريك بتاعك الساعه 12:30 ولازم تعمل اي حاجه تطلعك من المود، انخفاض مستوى السكر عندك في الدم، شتمت المدير وكان لازم تغور من وشه، قفشت على اصحابك في الشغل فقررت انك عايز تطلع بره وتفك التنشنه، ايا كان ايه السبب اللي خلاك تطلع. فالمحفز نفسه صعب ان احنا نعرفه، والمحفز بتاعي غير بتاعك، ممكن نعمل كلنا نفس الروتين بس المحفز نفسه هيكون صعب نعرفه. كذلك المكافأة، ايه هي المكافأة في السيناريو ده؟ هل قطعة الدونتس كانت هي المكافأة؟ هل القعدة الحلوة والنماية كانت هي المكافأة؟ هل المشي بس على الرجلين والبريك، فكرة ان 12:30 ده انا عندي بريك يا جماعة، هل هي دي المكافأة؟ ما نعرفش. وبكده احنا حددنا الروتين، وهنخش على الخطوة التانية، وهي اختبار مكافآت مختلفة عشان تعرف في دورة العادة اللي انت بتبنيها جديد دي ايه المكافأة المناسبة ليك. لازم تختبر اكتر من مكافأة. امال صراحة ان العملية دي مملة شوية وممكن تاخد شوية وقت، يعني ايام او اسابيع، بس هنستحملها معلش. ما تستعجلش، وتخيل نفسك او فكر في نفسك كعالم بيجمع قاعدة بيانات كبيرة ومهمة. والله، ولما تحس انك محتاج تبدا روتين معين ابدا جهز له بحيث انه يكون ليه مكافاه مختلفه. على سبيل المثال، في اليوم الاول انت ممكن تشتري قطعه الجاتوه المفضله بتاعتك، انزل اتمشى، انزل ارسم، او ارسم في بيتك مش لازم تنزل، العب مع القطه. في اليوم التاني كل تفاحه، اقرا كتاب، اتناقش مع حد من صحابك في حاجه، اتخانق فيهم في البيت حتى، بنهزر اكيد مش هنعمل كده. في اليوم اللي بعده اطلب فنجان قهوه، غير المكان اللي تشرب منه القهوه، انزل بنفسك اشرب القهوه، وهكذا لحد ما تستقر على مكافأة معينة تخليك كل مرة حابب تبدأ السايكل من جديد. مش مهم أبدا ايه اللي هتختاره كبديل عن المكافأة بتاعة السايكل الأساسية اللي انت بتحاول تغيرها، لكن المهم انك تختبر فرضيات كتير. مش بقولك عالم بيجمع بيانات، انت مش واثق فيا ليه؟ والجزء بتاع ان احنا نختار مكافأة مناسبة ده هو اللي بيساعدنا اننا نقدر نبدأ روتين جديد، وده اللي بيساعدنا في إعادة هندسة صياغة العادة ذات نفسها. الخطوة الثالثة، ابعد عن المحفز وغني له. زي ما قلت لك من شوية ان المحفز شيء صعب جدا نتعرف عليه، مش عشان مخك مش شغال كويس لا سمح الله، لا، ده بسبب ان المعلومات اللي بتدخل لعقلك كتيرة جدا جدا جدا. فعلى سبيل المثال، انت متعود تاخد الفطار في وقت معين، ايه هي علامة الدورة دي؟ هل عشان الساعة 7:30 حسيت بالجوع، عشان اصحيت من النوم، عشان عندي شغل كمان شوية؟
فرضيات كتير جدا للمحفز. بس خليني اقول لك اني مش هسيبك تايه كده. محدد 5 عناصر: انا فين، مع مين، حالتي العاطفيه عامله ازاي، الساعه دلوقتي كام، ايه الوضع اللي كنت عليه في الاول. وده هينقلنا للخطوه الرابعه والاخيره والاهم. بعد الفهم الكامل للدورة بتاعتي وازاي انا قدرت احدد ازاي بتبدأ وازاي بتنتهي وايه مكافآتي وايه روتيني، جه الوقت عشان اغيرها وفقا لصيغة العادة. فانت اول ما بتلاقي المحفز كده كده بتدخل في الصيف. فعشان نعيد هندسة الصيغة دي محتاجة اخد قرار واكسر الحلقة، مش الحلقة اللي انا بعملها دلوقتي. واسهل طريقة عشان احدد الهدف بتاعي ان احط خطة وامشي عليها. خلونا نرجع للمثال بتاع انك بتطلع من الشغل بتجيب قهوة ودونتس وتلم مع اصحابك. لنفترض ان السيناريو ده هيتحقق لمدة اسبوع مثلا، ونفضل خلال الاسبوع ده نرصد كل مرة الاجابات بتاعتنا على الاسئلة بتاعت الخطوة اللي فاتت اللي هما ال5 اسئلة. فانا مش هسيبك تفكر كتير وهقولك فرضية من عندي برضو عن اجابات الاسئلة. البيان اللي توصلت ليه بيان خيالي طبعا، ان الوقت كانت الساعة 12:30 الظهر. الروتين اللي كنت بتبعه اني كنت بطلع من الشغل بروح الكافيه بشرب قهوة، بعدها بروح محل الدونتس بجيب وحداية دونتس، وبعدها بلم اصحابي ونقعد نلم مع بعض. ايه بقى المكافأة في الحوار ده؟ خليني بقى اقولك على كارثة ومصيبة سودة على دماغي. ان الاختبار كشف لنا عكس كل التوقعات اللي قلناها من شوية. والدونتس ما كانتش هي اصلا المكافأة، عارف كمان؟ ولا النماية. اداء اوفر، ولا كأني من شوية قال كنت خيال. بعد ما حددنا كل العناصر اللي فاتت وحطينا فرضيه، وبعد ما عملنا الفرضيه دي وصلنا لحل جميل جدا وهو ان احنا جاوبنا على الاسئله لمده كام يوم، واكتشفنا في نفسنا حاجه جديده ان مش دي المكافاه اصلا بتاعتنا وان المكافاه كانت حاجه تانية خالص. كده احنا قادرين نغير او نكسر حلقه العاده. فهحط خطه جديده او هرسم سيناريو جديد. خطه، سيناريو، سميها زي ما تسميها بقى، متبقاش ضيق. وخلينا الخطه تقول ان كل يوم الساعه 12:30 الظهر في البريك بتاعي من الشغل هاخد حد من صحابي الموجودين كل مرة بشكل عشوائي. هختار حد منهم من المقربين طبعا مش وخلاص، وهننزل المكتبة القريبة من الشغل وهنروح نقرا كتاب. وهنعمل كده لمدة 10 دقايق. كده انا حددت مين هيكون موجود معايا، وحددت الوقت، وحددت المكان، وحددت انا هعمل ايه، وعارفة كويس جدا انا كنت بعمل ايه قبل كده. لما هقدر اتقن المراحل الاربعة بتاعة تكوين عادة جديدة او كسر الحلقة، واني اسيب عادة قديمة واحط عادة جديدة مكانها، مش شرط تكون العادة اللي انا بسيبها سيئة، ممكن تكون كويسة بس مش احسن حاجة ليا دلوقتي. هبدأ اطبق ال4 مراحل اللي اتعلمناهم مع بعض من شوية، وده هيساعدنا كويس جدا في اننا ننهي على اي عادة احنا مش عايزينها ونستبدلها بعادة جديدة. ومن هنا نكون اكتسبنا قوة العادة. استخدام قوة العادة او المهارة دي تحديدا هتخليني اقدر اديفلوب في مناطق كتير جدا في حياتي ممكن ما اكونش واخدة بيها اصلا انها كانت حاجة مش كويسة. وزي ما قلت مش بالضروري تكون حاجة سيئة قوي عايزة اغيرها، ممكن تكون حاجة مش مناسبة لي دلوقتي زي ما قلت. ومن هنا نقدر نقول ان احنا اكتسبنا قوة العادة او the power of habit. وسلامتكم.